مخاوف كثيرة أثيرت مؤخرا داخل القارة الإفريقية وخارجها إثر انتشار فيروس ماربورغ بدولتي تنزانيا وغينيا الاستوائية، انتشار حذرت منه منظمة الصحة العالمية واتخذت إزاءه عدة دول بعض الإجراءات الاحترازية. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنتوقف في محورنا الأول عند هذا الفيروس وخصائصه ومخاطره، وفي المحور الثاني ستكون لنا وقفة عند بعض الأمراض الأكثر انتشارا في القارة. قبل نقاش محورنا الأول نتابع هذا التقرير لنهى يوسف. عرفه العالم في ستينيات القرن العشرين، لكن انتشاره مؤخرا ببعض دول القارة الإفريقية يثير المخاوف من أن يصبح جائحة عالمية، خصوصا وأنه يتسبب في وفاة غالبية المصابين به. فيروس ماربورغ الذي ينتمي إلى عائلة إيبولا عاد مؤخرا لينتشر في غينيا الاستوائية ومنها انتقل إلى تنزانيا، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الدعوة لوقف التنقل عبر الحدود للحد من انتشار العدوى. المنظمة العالمية كشفت أن الفيروس يؤدي إلى نسبة وفيات مرتفعة، إذ من الممكن أن يفتك ب9 من أصل كل 10 مصابين. العدوى تنتقل عبر الاختلاط مع إفرازات المصاب وعن طريق نقل الدم أو العلاقات الجنسية، كما أنها يمكن أن تنتقل من الأم إلى الجنين. في محاولة لمنع اتساع رقعة انتشار الفيروس، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أنها سترسل فريقا من الخبراء إلى تنزانيا وإلى غينيا الاستوائية. في المقابل دعت السلطات الأمريكية مواطنيها الراغبين في زيارة البلدين إلى تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى أو زيارة منشآت الرعاية الطبية في مناطق تفشي الفيروس، ومراقبة أي أعراض لمدة 3 أسابيع من تاريخ المغادرة. كما نصحت دول من بينها الإمارات والعربية السعودية والكويت وسلطنة عمان نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى الدولتين الإفريقيتين حتى إشعار آخر. وللنقاش معنا من مدينة روسو جنوبي موريتانيا الدكتور سيدي محمد شامخ، رئيس مصلحة الطب الباطني بمركز استطباب مدينة روسو. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم دكتور. بداية نريد أن نعرف ما هو فيروس ماربورغ، كيف ينتشر وهل له من علاج حتى الآن؟ فيروس ماربورغ هو العامل المسبب لمرض فيروس ماربورغ، الذي تصل نسبة إماتته إلى حدود 88%، وعبارة عن حمى نزيفية نفيها في المراجق. وقد كشف عنه لأول مرة عام 1967 بعد وقوع فاشيات متتالية في ماربورغ وفرانكفورت بألمانيا وفي بلغراد في صربيا. تعتبر خفافيش الفاكهة المصرية المضيف الطبيعي للفيروس، ولكن يمكن أن ينتقل منها بعد ذلك للإنسان. فترة حضانة الفيروس تتراوح ما بين 2 إلى 21 يوم، وتبدأ ظهور الأعراض الناجمة عن المرض فجأة بحمى شديدة وصداع حاد ووعكة شديدة الماليز انتانس، وقد يصاب المريض في اليوم الثالث بإسهال مائي حاد وألم في البطن، ألم ومغص في البطن، كرامب أبدومينال، وكذلك غليان وتقيؤ. وفي الفترة ما بين اليومين الخامس والسابع من ظهور الأعراض يمكن أن تظهر على المريض أعراض نزيفية. هذه الأعراض النزيفية غالبا ما تكون هي سبب الوفاة.